السلام عليكم. طبعا يا شيعة، والله أنا شخصيا أعتقد أن تضخيم موضوع قتل الحسين والبكاء عليه واللطم والنياحة كل هذا أشياء سياسية فقط. أن المجوس واليهود يريدون منك يا شيعي أن تقاتل العرب والمسلمين بالنيابة عنهم. كل ما شفت مسلم تقول هذا قاتل الحسين الخالق، مقيد الكرار الخالق، مسردب المهدي الخالق، كاسر ضلع الزهرة الخالقة. هكذا هم يريدونك هكذا. ولذلك يا شيعي لاحظ أنك ما تقاتل إلا العرب والمسلمين، حتى لو كان العربي بعد حاله يعني ويحب الحسين ويلعن يزيد، والله ما تقبل. خلاص يعني ركبوا في عقلك هكذا أن العرب قاهرين العترة الخالقة ومذلين العترة الرازقة. طبعا كما تعرف يا شيعي أن الحسين خرج للإصلاح ومحاربة الفساد، بينما الدول الشيعية أكثر الدول فسادا وحماية للفاسدين وسرقة، يعني حتى أنه لا يستطيعون أن يوفروا الماء والكهرباء في الدول النفطية مثل العراق. ما يستطيعون يوفرون الماء والكهرباء والأساسيات من كثرة السرقة، خمس ومجهول المالك ونذور، كل واحد يسرق الثاني، وتهريب، كل استحلال لأموال الناس. يعني مثلا حزب الشيطان إذا شاف ناس يتظاهرون ضد الفساد يقتلهم مع أنهم خرجوا للإصلاح، ومع ذلك يقتلهم. وكذلك في العراق إذا خرج شباب ضد الفساد قتلوا على يد من يسمون أنفسهم الحسينيين. كذلك في العراق، في أي مكان فيه الشيعة يحمون الفساد والفاسدين. والله هذا ما وصلت إليه والناس عارفين هذا قناعة 100%. لا يوجد فساد مثل فساد الشيعة أبدا بتاتا. تمام. هذا دليل على أنكم يا شيعة أدعياء على الحسين ولا علاقة لكم به. أيضا الحسين والله وردت روايات لا تحصى ولا تعد عن الحسين وعن أهل البيت تنهى عن النياحة واللطم، ولكن الشيعة ضربوا بها كلها عرض الحائط لأنه دين عاطفة. بعدين يا شيعي، بغض النظر عن الروايات، أعطني الرسول أو يعقوب أو أي واحد تستدلون بأنه جلس يبكي طول عمره على مصيبة. النبي أصيب بمصائب كثيرة جدا وقتل أعز الناس عليه، ومع ذلك ما كان يبكي. وبعدين يا شيعي لو جلسنا نبكي على الشخصيات التاريخية كم سنبكي؟ يعني نبكي على حسين ونبكي على يحيى ونبكي على الحمزة ونبكي على أصحاب بدر ونبكي على مؤمن آل فرعون ونبكي على آه المهم الذي قتل في سورة ياسين. يعني شيء جنوني والله العظيم. تخيل يا شيعي أنك تخرج الآن وتبكي وتلطم وناس يقول لك مالك يا زينبي، مالك يا خالق يا، وأنت تقول والله أنا حزين على مثلا يحيى. الناس يقول لك والله أنت مجنون. يا أخي الناس يبكون على المصيبة عندما تحصل فقط، هذا هو المعروف. وأنا أتحدى أي شيعي يعطيني عكس هذا الشيء. أول ما تعرف المصيبة أو وقعت المصيبة خلاص، لكن إذا استمريت طول حياتك بتشي بتشي أنت أصبحت يعني إيش أقول لك يعني والله ما تقدر تبني دولة، كل حياتك لطم وزحف ومقابر ومراسم. أيضا يا شيعة مما يدل على أن الأمر سياسي، يقول لك عاملة ناصبة نزلت في النصاب والزيدية من النصاب. دين سياسي بحت. أنا والله عندما شفت هذه الرواية خلاص يعني. أيضا يا شيعة يقول لك من عز بعد ثلاث فقد جدد المصيبة. الناس يحاولون أن ينسوا المصيبة وأن يعني يكسبوا الأجر، مش كل شيء نياحة. أيضا مما يدل على ذلك الأجور المكذوبة في زيارة الحسين واللعن الموجود في الزيارات، هذه كلها والله أشياء سياسية. لكن الشيعة يا أخي مساكين. لو جيت الآن وألفت لي، والله العظيم أستطيع ألف الآن وأعمل سند وأقول للشيعة مثلا من اتبع مقتدى الصدر مثلا كان كمن تبع الحسين، يصدقون. من زار قبر ما أدري من الشهيد الثاني، أيوة اعمل لهم أي أحاديث ويصدقون. كيف أحاديث بعد وفاة الرسول؟ هل جبريل ينزل عليكم؟ من أين جاءت هذه الأجور؟ طيب أيضا يا شيعة القبر وهمي أصلا.
يقول لك قام الخليفة العباسي هارون الرشيد بهدم قبر الحسين وهدم الدور المجاورة حوله، وكانت هناك سدرة عند القبر فأمر بقلعها وحرث موضع القبر ومحى أثره، يعني اجتث القبر اجتثاثا. هذا في كتبكم النقية، العتبة الحسينية المقدسة. تمام. فالقبر تم تدميره ومحوه بالكامل. أيضا يا شيعة، أنتم بالله عليك، هل الحسين يرضى أنك تذهب إلى أطفال أو ناس عاديين وتقتلهم باسمه؟ يا أخي فيكم جنون والله العظيم. أول شيء الحسين هو المسيطر على ذرات الكون، هو الذي جعل ذرات الكون تقتله، المفروض أنكم تثأرون من الحسين نفسه. قال لك الولاية التكوينية بيد أهل البيت، أنا أفديكم والله إذا كانت الولاية التكوينية بيد أهل البيت فهم قتلوا أنفسهم. وبعدين يا شيعة والله حقكم العزاء قسما بالله أنه أفضل من المهرجانات، يعني من كثرة الفرح والسرور، يعني فواكه، خضروات، حلويات، عصائر، راب. قال لك الراب الحسيني، رقص، موسيقى. اي والله انني شفت هذا كله، ما شاء الله. والحزن اسألك بالله يا شيعة، انت حزين والله، لو انت حزين ما تقدر تاكل اي شيء، واصلا الحسين مات صائما في عاشوراء كما تقولون وعطشان، ليش تخالفون الحسين؟ اكل وشرب وعصائر ما شاء الله. المهم الشيعة في هذا الموضوع يعني كل شيء عكس الولاية التكوينية. عندما تبكي على الحسين فأنت تعرف أنه لا يوجد ولاية تكوينية في قصة مقتل الحسين. العباس راح يجيب الماء قطعوا يده، ما شاء الله. وين الولاية التكوينية؟ جائعين، عطشانين، مأسورين. وين السيطرة على ذرات الأبقار؟ وأيضا تخالفون الحسين في هدفه وهو محاربة الفساد، وأنتم أكبر فسده. المهم من جميع النواحي يا شيعة لا علاقة لكم بالحسين، حتى عندكم صنم الحسين وتتمسحون يعني بتماثيل اسمها تماثيل الحسين، شرك وكفر وخرافات. ما شاء الله عليكم، ايش هذا الحب يا شيعة؟ قسما بالله نعوذ بالله من حبكم والله العظيم، ومن كرهكم. حبكم وكرهكم كله بلاء، ما أحد يتشرف فيكم يا شيعتنا.